جربوا الفكره الرهيبه دي كمان، عايزه اقول لكم النتيجه بجد هتبهركم. معايا فلفل رومي وفلفل حامي، ومعايا بتنجان غسلته كويس جدا ونشفته من ميته، ومعانا طاسه على النار حطيت فيها بس فنجان من الزيت، وهنحط البتنجان زي ما هو من غير ما نعمل فيه فتحات ولا اي حاجه، وهتبداي تحمريه. عايزه اقول لكم مش بيشرب زيت خالص. هتشوفوا كميه الزيت ما شاء الله، زي ما حطيتها زي ما هشيلها. شايفين فنجان الزيت؟ والله العظيم يا جماعه زي ما هو، ما غيرته ولا زودت عليه زيت ولا اي حاجه. والبتنجان استوى معايا زي الفل. وحمرت كده كمان الفلفل، وزي ما انتم شايفين كده الزيت زي ما هو. هنبدا بقى نقشر البتنجان بتاعنا، وعايزه اقول لكم زبده. نتخلص من البذور بتاعه الفلفل، ونحط كل المكونات دي في كبه او في خلاط، وعليها كده عصير ليمون، وهنضيف كده معانا توم وخل، حوالي كده 10 معالق كبار من الطحينه. انا حطيت قد المقدار ده كده مره كمان، ملح، كمون، كزبره، ونبدا بقى نفرم الكلام ده كله. عايزه اقول لكم طعمها خطير جنب المشاوي بقى، جنب اي اكل، في الفطار، في الغداء، في العشاء. بصراحه اكلها في كل الاوقات، حلوه قوي قوي. على الوش كده بقى رشه زيت زيتون وبهارات، شطه، بقدونس او رشه شبت، وبالف هنا وشفا. تحتفظي بيها